تعالوا النهارده وهنعمل وجبة للناس المستعجلين، الناس بقى كمان اللي زهقانة من الأكل وعايزة تعمل أكلات سريعة وسهلة، ولادها بيحبوا الأكلات السهلة والسريعة ديّة، يالّا بينا نسمي الله ولايك للفيديو، ويالّا بينا النهارده هنعمل أسهل وأسرع وجبة ممكن تعمليها وتحضّريها، مش هتاخد منِّك 10 دقايق وبس. أول حاجة نعملها هنبدأ إن إحنا نحضّر معانا العيش، وأنا النهارده هاعملها بعيش شامي، تقدري تستعمليها بعيش تورتيلا برضه لو موجود عندِك، لكن بالعيش الشامي برضه بتبقى حلوة جدًا، جدًا. خلاص تمام، هاحضّر كده بقى حوالي 7 أو 8 أرغفة من العيش بتاعي، وهاجيب الصينية وأرُش الصينية بتاعتي دهنة من أو رشّة من الزيت، وهابدأ إن أنا أوزّع العيش كده زي ما أنتم شايفين. خلاص تمام، أنا وزّعت كده حوالي 5 رغيفة كده أو 6 رغيفة، يعني طلّعت نُص الرغيف برّه ونُص الرغيف ضِفته في النُص. عندي بشاميل، والبشاميل ده عبارة عن إيه يا أسماء؟ ده بشاميل سريع سهل جدًا، جدًا. ضِفت كده كوباية من اللبن وكوباية من المَيّة وكمان عليها 4 أو 5 معالق من الدقيق ومعلقة سمنة وضربتهم كده على البارد ورفعتهم دقيقة على النار وكده خلاص بقى معايا بشاميل سريع. كمان معايا رشة من الجبنة وأي ميكس جبن موجود عندِك، ومعايا بقى بانيه جاهز كده كان عندي في التلاجة، كام قطعة كده طلّعتها وقطّعتها رفيّع، وطريقة البانيه دوّة بتاع الشركات أنا عاملاه على قناتي وسهل جدًا، جدًا واقتصادي كمان. هاجيب بقى كام قطعة كده قطّعتها وكمان كنت قالية كده بطاطس حطيت كده طبق، يبقى حطيت طبق إيه، حطيت طبقة من البشاميل السريع بتاعي ورشة من الجبنة وطبقة من البانيه الجاهز وطبقة كمان من البطاطس تقدري تستخدمي بدال البانيه دوّة شاورما عندِك شاورمة لحمة، شاورمة فراخ، بانيه مقطعاه رفيع، أي حاجة عندِك موجودة في التلاجة كده قطعتين تقدري تستعمليها في الوجبة ديّة، الوجبة ديّة يا جماعة يعني عندِك بواقي كده تلاجة زي ما بيقولوا تقدري تستعمليها في الوجبة ديّة. سهلة وسريعة وكمان اقتصادية. حطيت كده رشة من البشاميل بتاعي على الوش، وكمان ضِفت بقى العيش اللي أنا كنت حاطة نُصّه كده برّه، هابدأ إن أنا أقفّل كده بقى النُص التاني من فوق. معايا بقى بقية البشاميل بتاعي، وهابدأ إن أنا أضيفه كده على الوش. تقدري بقى تستخدمي عندِك فلفل ألوان، عندِك زيتون، تقدري تستعمليها على الوش تبقى عاملة زي البيتزا. تقدري تسميها بقى بيتزا، تسميها يعني بديل كده فطير، حاجة كده سهلة وسريعة وكمان أحلى من الكريب، يعني طعمها أحلى من الكريب. عندي رشة كده من الجبنة الموتزاريلا موجودة حطيتها كده رشة على الوش وأخدت لون كده وطلعت طبعًا هي ما بتاخدش معايا حوالي 10 أو 15 دقيقة في الفرن، تطلع معايا بقى طرية وطعمها حلو جدًا، جدًا. الناس بقى اللي بتستعجل ومش عاوزة طريقة الكريب ونقلي واحدة، واحدة ونلِف واحدة، واحدة، لأ، أنا جبت لكم النهارده طريقة سريعة وسهلة وبديلة للكريب، ولاد طبعًا بيحبوا الأكلات السريعة ديّة إحنا قُلنا نفكّر كده ونعمل حاجة عبقرية سهلة وسريعة تبقى كمان بديل الكريب. تقطّعيها كده قطع وخُرَط كده زي ما أنتم شايفين، تطلع الخلطة حلوة أوي وطعمها جميل وكمان مُشبعة جدًا، جدًا يا جماعة، طعمها مُشبع جدًا، جدًا. تقدري تستخدميها بقى في غدا، تستخدميها في عشا، تستخدميها كده حتى اللي ممكن وجبات تاخديها معاكِ الشغل، يعني طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة واقتصادية وحلوة جدًا، جدًا. تقدري بقى تعملي نفس الطريقة ديّة بالعيش وتعملي الحشوة اللي أنتِ عاوزاها، عاوزة تحشيها بجبن ولانشون، عاوزة تحشيها بسجق وسوسيس، عاوزة تحشيها أي حشوة أنتِ موجودة عندِك، يعني تقدري تحشيها بالحشوة ديّة، تطلع معاكِ سهلة وسريعة وكمان يعني ممكن تحطيها كمان في علبة أو في lunch box كده في التلاجة، تقعد معاكِ كذا يوم، تطلعي تسخّنيها في الفرن، يبقى طعمها حلو جدًا. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش، وأسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.